السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك هاد الايام السعيده عليكم وعلينا، هاد العواشر ان شاء الله تدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتوا. اللهم امين يا رب العالمين. هنايا بغيت نتقاسم معكم واحد الكيكه بالشوفان وبالموز. كتجي شي حاجه صحيه، اصحاب السكري، اللي مريض الله يشافيه. كتجي بلا سكر، وإلا بغيتو ديروا فيها السكر راه حتى هي كتجي غزاله بالسكر بطبيعه الحال. اصحاب السكري اللي بغى ينقص السكر غادي ديروها غير بالحلاوه تاع البنان، ولا بغيتو ديروها يعني عاديه بالسكر غادي نقول لكم القياس تاع السكر اللي ديروا فيها. انا درتها هنا بطريقه صحيه ما كانش السكر. بسم الله على بركه الله، غادي نوريكم مقادير ان شاء الله اللي درنا فيها. اول حاجه هنايا غادي ناخذ الشوفان 120 غرام، الخرطال كاين اللي كيسميه الخرطال. كذلك غادي ناخذ 250 غرام نتاع الحليب اللي سخناه مزيان. كنضيف واحد زوج البنانات اللي كيكونوا طايبين، وواحد الخماره حمراء بوزن يعني خماره الحلوى 7 غرام. ساشيه تاع الكاكاو الكل بوزن 30 غرام، زوج بيضات وواحد القبصه د الملحه. اول حاجه كناخدو الشوفان ديالنا، كنديروه في شي كاسروله ولا في شي بول، نديرو عليه داك الحليب. نحاولوا نخلطو مزيان داك الشوفان بالحليب باش يرطب لنا. نخليوه في واحد الجانب 10 دقائق حتى غادي يولي لنا معلك ورطيطب. غادي نخليوه هكا كما قلت لكم جانبا، وغادي ندوزو نوجدو الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي ناخدو شي طبسيل ولا اي حاجه باش نمعسو دوك البنانات اللي عندنا. انا خديت هنا كما كتشوفوا جوج د البنانات. من الاحسن تاخدوهم طايبين، يعني شحال من مره راه كيبقى لنا البنان هكا شي مرات في الدار هكا باقي ما حتى واحد ما كلاه ولا كيكون طاب. هاد الوصفه راه كيجي معاها مزيان، واخا يكونوا طايبين بزاف خذوهم ومعسوهم مزيان. ولا ما كانوش ياكلوا الاطفال ديالكم ولا شي واحد في الدار البنان، هاد الطريقه راه غادي تخليه ياكل هاد الكيكه بلا ما يحس بيها، بلا ما كتجيش فيها داك لوغو، ما كيبانش بالله درتي فيها البنان. كيجي فيها لوغو زوين ولكن ما يعرفش شنو. قولوا لي نتوما واش كتاكلوا البنان ولا عندكم شي واحد في الدار ما كياكلش؟ انا قلت غير بنتي اللي ما كتاكلش البنان. بنتي كتقول لك والو ما كيعجبهاش ما كتاكلوش. درت لها بهذه الطريقه هكا ما كتحسش به كاع، كتاكل الكيكه وكتعجبها. ايوا قولوا لي نتوما في التعاليق واش كاين شي واحد عندكم ما كياكلش البنان. انا كنقول في راسي راه كلشي الناس كيبغيو البنان، كنقول لها غير انت اللي ما كتبغيش. ايوا ما شاء الله. المهم غادي ناخذ دوك الزوج د البنانات اللي معسناهم مزيان، كنوضعوهم في واحد البول ولا هكا في شي كاسرونه، وكنضيفوا لهم دوك الزوج البيضات. نضيفوا الكاكاو اللي عندنا اللي قلنا 30 غرام تاع الكاكاو. كاكاو خذوا شي نوعيه جيده، هادو تاع لي ساشي راه مزيانين عندهم واحد لوغو زوين. تقريبا كياخذوا لنا شي 4 د لي ساشي ونص حتى ل5 د لي ساشي. هنا كناخذوا خماره الحلوى بوزن 7 د الغرام بيكين باودر. كنضيفوا ديك القرصه د الملح حنا ضفناها بطبيعه الحال. هنا كنخلطوا مزيان، كنضربوا مزيان حتى يندمج لنا داك البيض مع الكاكاو. وفي هذه المرحله اللي باغي يدير السكر اللي باغي يديرها، انا درتها هنا الصراحه بطريقه صحيه بدون سكر، ولكن اللي باغي السكر كيبغي ديك الحلاوه هكا شويه في الكيك ضروري. غادي تضيفوا واحد نص كاس هكا تاع السكر. انا خليت غير ديك الحلاوه د البنان، راه كتليق مزيانه هاد الكيكه للاصحاب اللي فيهم مرض السكري. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا غادي نضيفوا له الشوفان اللي تشرب لنا الحليب. كما كتشوفوا الشوفان كيولي معلك بداك الحليب السخون وكيولي رطب مزيان. صافي كناخذوا هنا واحد الدراب غير يدوي. هاد الكيكه راها صحيه وسهله، ما نجبدوش عليها الدراب كهربائي ولا غير بالدراب اليدوي راها كتجي زوينه. كنخلطو مزيان. من بعد كندوزو نجيبو لامول. هنايا لامول صغيره حيت عندنا المقادير صغيره، بغيتوها كبيره تقدروا تضاعفوا المقادير
مادام مثلا 2 بيضات نديرو 4، درنا 30 غرام كاكاو نديرو 60، وهكذا كل حاجه كنضربوها في 2. هنايا غادي ندهنو مزيان لامول بالزبده. مادام قلنا الطريقه صحيه، راه حنا حتى لامول ما غاديش ندهنوها بالدقيق الابيض، غادي ندهنوها غير بالزبده مزيان باش ما تلتصقناش. صافي كناخذوا الخليط ديالنا اللي دمجناه مزيان وكنوضعوه في هذا لامول تاع الفران. كنجيبو نوع المكسرات اللي عندنا، اي نوع عندكم تاع المكسرات تقدروا ديروه باش تكون صحيه اكثر. انا درت هنا كان عندي واحد شويه د اللوز، وتخليوه هكا دي مورسو كبار، يعني قطع كبيره باش كتجي حتى في المنظر زوينه. وحتى ملي كناكلوا هاد الكيكه مع ان الداخل غير الشوفان وهذا، كتكون ديك القرمشه الكيكه رطيطبه وديك القرمشه تاع المكسرات. كندخلوها الفران على 180 درجه تقريبا، راها كتستغرق لنا من 35 حتى ل 40 دقيقه. من بعد ما طيب لنا كندخلوا فيها داك شي عود هكا نتاكدوا بانها نشفت، كنخليوها تحمر شويه على الوجه ونخرجوها. هنا كنوجد واحد الصلصه باش غادي نديرها فوقها. انا مادام درتها بدون سكر ضروري خصني ندير شي صلصه باش تعطينا شويه د الحلاوه. درنا غير الشوكولات هنايا الاسود تقريبا واحد 150 غرام، مع 50 غرام تاع الحليب الساخن جدا، خلطناه معها مزيان. زدنا واحد راس المعلقه قهوه سريعه الذوبان، وواحد المعلقه صغيره نتاع الكاكاو المر. خلطنا مزيان كل شيء، سقينا بهم هاد الكيكه من الفوق. صافي وغادي نقطعوها هكا على شكل مربعات. انا الكيكه راها عاد سخونه، نتوما خليوها حتى تبرد. ملي كتبرد مزيان ما حدها تبرد وهي كتجي فيها واحد النكهه زوينه بزاف. انا بغيت نقطعها معكم باش تشوفوها كي جايه من الداخل، كتجي معلكه ورطيطبه، وداك المذاق نتاع الموز نتاع البنان مع الشوكولا مع المكسرات كتجي زوينه بزاف وصحيه وبصحتكم وراحتكم. وما تنسونيش خوتي خواتاتي، الى عجبتكم هاد الكيكه بطبيعه الحال ديرونا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، واللي دخل معنا جديد ما نقول له غير مرحبا بك والف مرحبا في قناه نجاة الوجديه. ما عليك الا تفعل الجرس باش يوصلكم جديد القناه. ومع السلامه، خليت لكم الراحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله.